بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى الشتاء وجوع الشتاء وعمايله واللي بيعمله فينا. قاعدة كده بالليل قلت بقى ايه ده، الواحد نفسه ياكل حاجة حلوة. اما اقوم ادور كده في الديب فريزر اما اشوف ايه اللي يتعمل. ببص كده لقيت لفة جلاش كنت ناسياها في الديب فريزر، قلت لها تعالي انت فين. سبتها بقى على الرخامة تفك شوية لانها كانت متجمدة، وقلت لازم اعمل صينية جلاش حلو. انما ايه يسد جوع الشتا ده. جبت حاجة حطيت فيها كوباية سكر وكوبايتين مية ونص ليمونة، وهنقلبهم وندوب السكر فيهم كويس قوي قوي قوي، وبعدين نحطهم على النار غلوتين ونسيبهم يبردوا. واجيب بقى لفة الجلاش بعد ما فكت بقى وبقت كويسة اهي واقدر استعملها، واجيب صينية ادهنها مادة دهنية واكشكش بقى الجلاش زي الطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي دي، وارصها في الصينية كل ورقة لوحدها. يعني انا هفرد الجلاش واخد كل رقة لوحدها وكشكشها زي ما انتوا شايفينها كده، وارصهم كلهم في الصينية. طب وبعدين اكون جايبة معلقتين سمنة حلوين اسيحهم على النار، او زبدة زي ما تحبي، او سمنة على زيت. وبعد ما اسيحهم على النار اجي رشاهم على على الجلاش كده زي ما انتوا شايفين. تمام. بعد بس مش هحطهم كلهم، يعني هحط ايه، هخلي منهم زي ايه، زي شوية صغيرين كده اللي انتوا شايفينهم دول. وهاخد الصينية احطها في الفرن، اكون طبعا مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وادخل الصينية الفرن تتشمع، مش تحمر، لا يا دوبك لون الجلاش يصفر كده شوية. طيب وهجيب طبق احط فيه كوباية لبن كده محترمة، وعليها معلقتين سكر او ربع كوباية سكر صغير، وعليها بضاية، وكمان رشة فانيليا. ادي البضاية احطها عليها، وبعدين احط عليها رشة فانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض. طب ومعلقتين السمنة او حبة السمنة الصغيرين اللي احنا كنا سايبينهم دول برضو هنحطهم عليهم في الاخر. وبعد ما تبصي على الصينية بتاعة الجلاش وتلاقيها دوبك اتشمعت كده، هتطلعيها، وبعدين تيجي رش عليها ايه المكونات دي. طيب انا دلوقتي ايه اللي انا بحطه دي شوية صوبيا كده، انا كنت حيشاهم في الدولاب بتاع المطبخ يعني. فقلت طب لما احط كده اجرب كده اشوف طعمها هيبقى معايا ازاي. بصراحة طلعت وهم خرافة، الطعم حكاية. طبعا الصينية هي طلعت زي ما قلت لكم. رش بقى عليها المكونات البيض واللبن ومعلقتين السمنة ومعلقتين سكر وواحدة فانيليا، هنحطها كده عليهم، وبعد كده هنرجع ندخلها الفرن تاني. ادي بقى ايه الشربات بتاعنا بعد ما غلى غلوتين على النار وسبناه، حطيته انا في مج كده وسبته يبرد ويهدى كده. رحت حطيت عليه برضو رشة فانيليا هيديله ريحة وطعم اخر حاجة. ابص بقى على الصينية بتاعتي بعد ما طلعت اهيت واحمرت وشها احمر وبقت زي الفل، والمكونات بتاعتي بقت عاملة زي الكريم كده او زي المهلبية كده في النص، طعمها خرافة خرافة. وهي سخنة بقى اول ما تطلع اجي زقياها بالشربات بتاعي واسيبها تبرد. طبعا تغطيها شوية علشان خاطر وشها ما ينشفش، وبعدين تقطعيها والف هنا وشفا. احلى حاجة واحلى جلاش هتاكليه بالطريقة ديت، سهل جدا سريع جدا، مش هياخد اي وقت ومش مكلف خالص. يعني هي البضاية وشوية اللبن، يلا ان شاء الله ما حد حوش. وما تنسوش بقى اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم.